يا أهلا أحبابنا أصحاب التكاتك وسواقينها وميكانيكية التكاتك وكل من يتعاملوا مع التكاتك. طبعا احنا عشان نحل ونعمر توك توك لازم الأدوات اللي قدامنا دي تبقى موجودة. أولهم المزيات عشان نبدأ نضغط الزيت ونحط على الأجزاء المتحركة. تاني حاجة معانا الأداتين دول. أول أداة بنحل بها الماسورة بتاعة الكتينة. تكوينها من إيه؟ عبارة عن الصامولة اللي بتربط الجدون بالفرش بتاع العجل اللي موجود في السوق. صامولة بحوالي 10 جنيه 15 جنيه والمسمار بتاعها. وبنجيب ماسورة نص بوصة ونشطفها نفس الميل بتاع الشطف اللي موجود في الصامولة بتاعة الفرش. أول ما بنجمع عليها زي ما هنوري حضراتكم، هنجمع عليها اهون هتلاقي الميل هيبدأ يديني جنبيتي. بندخلها وهي لسه في الماسورة بتاعت البوجي، هتتحرك كده تبدأ تتسع تديني زنق او زنق داخلي بحيث ان ما يضرش الماسورة، وابدأ احركها بالراحة وافكها بمفتاح 13 كده. يبقى انا حليت الماسورة بتاعت البوجيه اللي هي بتبقى ماسكة الكتينة والترس عشان الوش بتاع السلندر بتاع الماتور يطلع. ولازم يكون المسمار اللي انا بستخدمه اقل من قطر البوجيه زي ما انا بوري حضراتكم. مش تيجي تبوظ لي سن البوجيه يبقى انت حليت مشكلة، بوظت عملت مشكلة كده. يبقى دي الأداة التانية. احنا قلنا المزيتة مهمة عشان برضو بنضغطها في دورة الزيت ونسلكها بيها عشان لو في رايش ولا حاجة يبان لنا. طيب هنخش على الأداة التانية ودي أهم عند التقفيل. ماسورة البوجيه بتاعة 2014 فيما فوق. دي احنا عملناها برضو مانوال مسمار 19 ولحمناها في بوجيه من البوجيهات بتاعة التوك توك القديمة وظبطنا السنتر بتاعها بحيث انها تبقى متساوية. وبنربط المسمار والصامولة موجودة والماسورة موجودة. بعد ما بنربط بنبدأ نجمع من الصامولة 19 فبتبدأ تزنق لنا الماسورة بتاعة البوجيه في مكانها. ونربط بالمسمار الصغير اللي اغلب الميكانيكية بتوعنا عارفينه، المسمار الالانكيه الصغير اللي بيسند الماسورة ما تخرجش. والا لو ما عملناش كده اثناء سير المحرك او اثناء دوران المحرك ممكن تبص تلاقي الماسورة خرجت والزيت يخرج من الغرفة يفضي زيت المكنة كله بالكامل وتبدأ تحصل مشاكل. واكيد ناس من اللي شايفيني وسامعيني عارفين ان في بعض الميكانيكية اهملوا في ربط الماسورة دي وسببت لهم مشاكل وخرج الزيت من المحرك. نخش بقى على الأداة المهمة واحنا بنحل توك توك. الفلام طبعا انك انت هتفسخ التوك توك نصين فلازمك ان الفلام ينحل. ما بستخدمش الدق وما بستخدمش. انا طبعا شلت الجزئية دي من فلام مستعمل عندي عشان اوريكم السن بتاعها الالوز بتاعها والحركة بتاعتها. يا سلام بدها تهرب مننا هي. انما احنا طبعا دي بتبقى موجودة في وش الفلام، موجود فيها سن داخلي. السن الداخلي ده شمال. بنعمل دي جبناها من اكس الخلفي بتاع التوك توك، خرطناها في المخرطة بحيث ان السن بتاعها يبقى مساوي للسن وبنفس الصلابة، لان دايما الحديد الطري بيعمل لنا مشكلة في الزرجنة دي. فخرطناها السن شمال برضو وعملناها بحيث ان هي تبدأ تربط زي ما هوري حضراتكم دلوقتي. هي بتربطها طبعا وتجمع على مفتاح 22 اللي هي التربيعة اللي انا بوريها لكم دي بالايون بنربط. هي تلاحظ انها بتربط شمال، يمين ما رضيتش تربط معايا، بتربط شمال عشان اللي هيخرطها لك يبقى عارف انها عكس السن. ايون بتلف في عكس اتجاه عقارب الساعة مش مع اتجاه عقارب الساعة. كده الفلام قدامك اهو. بنربط وبنبدأ نربط ونجمع على المسمار اللي هو السن 19. هيبدأ يحرك الزنبة في داخل تروح طاردة الفلام بدون دق وبدون تكسير، لان اي وسيلة تانية بتسبب ان الفلام ده يتطبق ويبدأ يديني سكرة على المحرك.
فأتمنى إن الناس اللي هي بتشوف الفيديو اللي يكونوا يعني عارفين برضو، عشان أنت الفلان بيتطبق منك بيؤدي لأن فيه رعشة بتيجي في المحرك. ومن المزيد نتمنى إن يكون الفيديو ده وصل للناس ووصل المطلوب منه، بحيث إن احنا دايما الأدوات دي بتسهل العمل للميكانيكي، وفي نفس الوقت بتساعد على الحفاظ على الأداة بتاعتنا والأدوات بتاعتنا. ونتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا، واشتراك ولايك ومتابعة لنشر الفيديو.